يسعد لي كل أوقاتكم متابعيني الغوالي، شلونكم؟ شخباركم؟ عساكم يا رب تكونون بخير بأفضل وأحسن الأحوال. تشوفون روتيني المسائي لهذا اليوم. طبعا حبيت أشارككم روتيني المسائي وإن شاء الله يا رب ينال إعجابكم. بس قبل كل شيء حطوا لي أشياءاتي اللي هي لايك واشتراك وتعليق حلو من إيديكم، حلو أعرف بيكم ما تقصرون. كلش أشكركم وممتنة لكم على تفاعلكم اللي يجنن من ناحية اللايكات والتعليقات والمشاركات والمشاهدات. كلش أشكركم. الله يسعدكم ويفرحكم وينول كل اللي ببالكم. على هاي الفرحة تفرحوني إياها. طبعا أكيد كالعادة حط لكم انستغرام بأول تعليق مثبت، أتمنى منكم تنوروني هناك وأنا أحبكم كلش هواية. طبعا قاعدة فجأة هيجي ما كان إلي مزاج أصور من الصبح، فورا العصر زوجي جاب المسواق لا والله مو زوجي، أنا جبت المسواق بس متعاجزت إنه عزل الصبح. فعاد ورا الظهر هيك ورا العصر شوي تعدل مزاجي. مرات ما أعرف سبحان الله الواحد يقعد من الصبح مزاجه مو تمام مو حلو ما له خلق أي شيء يسوي. فعاد شنو ورا ما تعدل مزاجي قلت لا خلي أصور لأمهاتي وخواتي وصديقاتي وحبيباتي هذا الروتين، بما إنه أنتم هواية سألتوني. صارت ماهل إنه أنا أنزلكم روتينات كل يومين مثل قبل مثل ما كنتم عودتكم، بس الله شاهد يا حبايب والله أكون مشغولة، خصوصا عندي يعني موني مدرسة وما أعرف. صار هاي الفترة أحس الوقت يمر هيك بسرعة، ما دا أسيطر على يومي رغم أنا دا أقعد من وقت، وخصوصا التصوير ياخذ وقت كلش هواية. فإن شاء الله بالأيام الجاية راح أعوضكم. أنا طلعت المسواق غسلته، اللي ينغسل غسلته واللي ما ينغسل ما غسلته. فهنا أنا كلش خطوة ضرورية بعد ما أغسله إنه شنو أنشفه ليش بنات؟ حتى يبقى أطول وقت بالثلاجة ما يخرب أو يعني شلون إحنا نقولها يقطن. فهنا أنا غسلت الطماطة والخيار الحمد لله والشكر، وطلعت المجر مال الثلاجة مباشرة أحطهم بيها وكمل وسلتها وخير ونعمة من رب العالمين. كل بعض يقولون غسلوها مثلا حطوا وياها صودا ويا المي أو شيء. بنات أنا المسواق اللي أسوق حتى زوجي من هذا والمخضر مخضر كلش نظيف، فبس مي كلش كافي. بس اذا مرات انه انا احس المخضر مو تمام يعني بيطين وهالسوالف، لا والله عادة انا اغسله بمي وخل، انا اقعد بدي شوية وبعدين اغسله. هنا أنا يعني اتاكد انه هو كلش نظاف وعادي. انا حاطه هذا المنشفة او الخاولي حاطتها دائما انه نشف بيها الخضروات. فهنا أنا الحمد لله والشكر بديت أن أصفط ونظفت الثلاجة، طلعت منها الزايد والمواعين. طبعا الثلاجة دائما نلقى بيها مواعين، فاللي رتبتها هاي بهذا الشكل ومساحتها وحطيت عاد الحمد لله والشكر يا رب على هاي النعمة. رب يطعم كل جوعان بحق محمد وآل محمد، وما يخلي واحد محتاج الأحد أو يخلي الواحد جوعان، اللهم آمين يا رب العالمين. فهنا أنا شنو جايبة الأشياءات مال الطرشي الأحمر الشتائي، وجبت بروكلي. أنا وزوجي يعني من عشاق البروكلي بس بناتي أبد ما يأكلونه. فعدنا أنا بنات أنا دائما ما أميز بين الشلغم والشوندر، فعاد شنو أقول هذا الأبيض والأحمر. فهذا الأبيض اللي أتوقع اسمه شلغم بالله، أي الشلغم راح أكبسه قبل بيوم قبل ما أسوي الطرشي. بنات هاي الطريقة والله جربوها راح تدمنون عليها وطعمها كلش طيب. بالنسبة إلي أني أطيب من الكبس. ويبقى إنه يعني كل واحد وذوقه وشو المتعود عليه. هذا الأبيض اللي هو شوندر شلغم، الأحمر شوندر والأبيض شلغم صح. عادي إذا خربطوا بيناتهم أنا ما أميز. فعاد بنا شنو بعد ما غسلته وقشرته يعني شلت الزوائد مالته، فراح أسويه مثل الفنجر يعني أصابع مو شرائح. أكل بعض يسوون أقراص، أنا لا أحب أسوي شرائح. ليش بنات؟ حتى يكون شكله كلش مرتب، يعني إذا أحطه بكاسة صغيرة وهماتين بسرعة توصل للملوحة. يعني احنا ما نختلف على الشكل ولا نختلف على الحجم، أهم شي الطعم يكون طيب. بعد ما قطعته بهذه الأصابع على شكل أصابع راح أحط كمية ملح زينة، يفضل ملح خشن بس أنا ما عندي، بس الملح العادي الناعم يوفي بالغرض. راح أمزجهم كلش زين وأخليه يعني طبق أو ماعون وأحط فوقه ثقل الثاني يوم، يعني تقريبا مدة 24 ساعة. ليش بنات؟ حتى المي يطري أو الملح يطري لهذا شو الشلغم ويخليه يذب المرارة مالته كلياتها. فأنا هسه الباقي يعني الخطوة الثانية ما راح أسويها اليوم، راح أسويها ثاني يوم حد ما ينكمس عندي هذا الأبيض. تمام عرفتوا بعد. فهنا أنا قلت خلي أسلق لي اثنين من مال الطرشي الشلغم. أي صح الشلغم يعني ناكله ويا الأكل. صراحة أنا أبد ما أحبه، بس من كبر قمت أحب هاي السوالف الشلغم الشوندر هاي الجزر والسوالف. أنا قبل كنت صغيرة يعني مو هالقد من محبي الفواكه ولا الأكل،
فكبرنا وصرنا امهات وقمنا ناكل ونعيب على اطفال. هسه حاليا انا دا اعيط على بناتي اكلوا، ايش بيكم، شوفوا البنات كل شي ياكلون. نفس القوانين اللي كانت ماما تقول لي اياها هسه انا دا اقولها على بناتي. سبحان الله، هي جينات. فبعد ما حطيته ينسلق على النار، الشون هو هذا الاحمر شوندر صح، قلت خلي اغير شرشف مال يموش. فعاد شنو، قلت خليه اغيره واحطه بالغسالة حتى ينغسل هو والبطانية مالته. فاني شنو، خالتي مو جابت لي لحاف الي كبير ابو النفر يعني، فابو النفر اللي كنت يعني نستخدمه حطه اياه الها. فهنا انا جبت هذا الشرشف، راح اشرشف الشرباية مالتها واحط المخد يعني اللحاف عليها وارتبها. وهنا راح اغير الوجوه المخدات مالتهم. طبعا انا وجوه المخدات يعني بالاسبوع تقريبا مرتين اغيرها. تعرفون واحد من يحط راسه على مخده ويشم بريحه طيبه كلش يعني انتعاش. ودائما احط العطر الزيتي. العطر الزيتي بنات انا اشتريه من هذا ابو العطور اللي بالسوق اللي عنده تشمبر او بسطيه. اختار ابو 1500 حتى يكون نسبه الزيت مالته قليله. فدائما اختار بالورد الجوري، يعني عطره كلش طيب. استخدمه على السجادات، على المصلايات، على البردات، وعلى الكاربد كل شي استخدمه يعني حتى يبقى عطر ثابت. وحتى على التخم. بس احاول على الاشياء، احاول على الاشياء الفاتحه ما احطه حتى لا يبقع او يطقع. اذا اسحق بنات اعذروني عادي، انتم متعودين على سحقات يعني. الفيديو اللي يمر وما اسحق بيه مو خوش فيديو هذا يصير. فانا بعد ما كنست غرفه البنات ورتبتها وداش الصوبه ما اشتغلت بس عادي. طلع الخلل من البلك وشغلناها. هنا أنا وصلنا فقرة العشاء. طبعا شايفة هاي الدقة الناقصة من أنا دا أصور الخطوات وتطلع الكاميرا ما تصور. أكيد مارين بيها أنتم والله. اللي مارة بيها تكتب لي الكومنتات. فهنا أنا شنو سويت، شيشنا كباب أو أنا شيشت كباب. زوجي قال أنا سعد أسوي المنقلة والبنات كيف لأن يحبن الشوي وهاي أجواء شو. قلتهم لا 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 لا، لأن بنات الخبصة اللي يخبصون إياها ما أقولكم عليها، والفحم يتطشر، وتعايوا روحوا ودي وجيبي، واطلع بالأخير إنه أنا كلش ما مسوي، هم اللي تعبانين. فقلت لهم خلوني أنا أخلص ومن أكمل أجمر النار أقولكم تعالوا صعدوا يمي. فعاش شنو شيشت. واكو طريقة كلش تجنن بنات انا كذا مرة سويتها. كنا قبل من نشوي كباب القوم يوقع من السيخ. فعشنو تجيبون مي وتحطون شوية من الصودة وتشيشون بها يعني تكمشون تكبكبون الشيش او تكبكبون الكباب او اللحم على الشيش. هاي يعني بهاي المرحلة اللحم ابد ما يوقع عندكم. احنا كنا قبل بنات اذا نشوي نص كيلو اقل ربع كيلو طلع سليم لان كله يوقع ما يلزم. فبهذه الخطوة والله كلش يعني راح يطلع لكم كباب حتى شكله يعني كامل. فهنا أنا عاد بديت أهفي وأجواء كلش حلوة باردة والمنقلة والحمد لله وشكر يا ربي على كل النعم. أنا جهز عشانه علينا وعليكم ألف عافية. ربي يطعمنا ويطعم أمة محمد اللهم آمين يا رب العالمين. طبعا أقولكم على الطعام كلش طيب وهذا هو عشانه والحمد لله وشكر. طبعا بعد ما كملنا عشاء انا مقاريه موني ناموا وزوجي هم نام من وقت. فبقيت انا ما جايتني نومه. وعشانو قلت خلي اسوي لي اجواء شويه. حطيت القوري على النار وقلت خلي اشعل لي فحم او مو فحم، بخور. تعجزت اشعل فحم فجبت سيليفونايه صغيرونه وحطيتها على الصوبه. هوايد يسالوني على هاي الصوبه المشخطه بنات، والله مو مشخ يعني مو صاخه العفو منكم، هي يعني مخرمشه. فعاد حطيت السيليفون وحطيت بخور. وهذا البخور بنات ويا مسك اي فيطلع عطر كلش طيب هذا. فهنا أنا شنو قلت خلي اسوي لي اجواء يعني كافي من الضغط والروتين وقرايه وروح وتعال وطبخ. فقلت لا خلي اسوي لي اجواء. فهنا طفيت الضوء. تخيلوا النشرة هاد وريحة بخور كلش طيب والبيت نظيف منظفته اني. وشغلتي مسلسل اللي احبها اني، حال مناير كلش احبها دائما. مش كنت ما اعيدها ما امل منها. هي وكم مسلسل وياها يعني حريم السلطان، لنا اشوف جلبابة ابي. فهنا انا قعدت اشرب الشاي وأسلطنت شوية، لازم شوية نمخمخ مخنا. فتذكرت قلت يا أنا عندي شمعة ماخذتها من ماما. فشعلت الشمعة وصارت أجواء كلش تجنن. أجواء صح، أجواء هادئة ويعني ريلاكس شوي نسترخي. وأنا شربت الشاي وتمنيتكم قاعدين وياي. لمة الحبايب كلش حلوة. بس الواحد لازم يسوي له أجواء حتى لو كلش بسيطة حتى شوية يرست ويهدي منها أعصابه أو يكسر الروتين اللي هو كان بيه مر بيومه. ولنا أنا يا حبايبي وصلت لنهاية الفيديو. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة ودمتم في حفظ الرحمن. مع ألف سلامة. باي باي حبايب.